حيلة نفسية هتجنن الشخص النرجسي وتخليه مش قادر يسيطر عليك، وانت اللي هتكون مسيطر عليه. أول حاجة، خلي المسج بتاعته حاجة عادية جدا بالنسبة لك. لما الشخص ده يبعتلك مسج ما تتنفضش عليها على طول، بمعنى أصح ما تخليش الشخص ده يبقى بيبهرك بظهوره، لأن هو شاطر جدا في اللعبة دي، إنه يبعد عنك 5 أيام وفجأة يظهر بلايك أو مسج، فساعتها بتكون انت مستنيه ومتلهف على مسج منه. انت مش مستنيه من نفسك كده، لأ، هو اللي زرع في عقلك الباطن إن هو مش متواجد 24 ساعة، فبالتالي عودك إن ظهوره بيجننك. فلما بيبدأ يتواجد في الأنحاء بتبدأ أنت تهلل من الفرحة. ممكن يفضل سايبك تولع في وقت أنت محتاج فيه إنه يشرح لك موقف أو تصرف معين. هو ليه سايبك؟ عشان عايز يشوف لهفتك عليه. لما يجي يكلمك عايزك تجري عليه وتسمعه وتوافق على أي حاجة يقولها وتصالحه على أي حاجة عملها. فدايما لما يبعتلك مسج قبل ما تتلهف عليها بصلها كده وقول عادي. حفظ عقلك الباطن إن ده شخص عادي زي أي حد بيبعتلك كل يوم لحد ما عقلك يتعود. تاني حيلة تعملها معاه، لما الشخص النرجسي يزعلك أو يعمل حاجة تضايقك، اوعى تزعق ولا تنهار ولا تعاتب ولا حتى تزعل منه، لأن هو ده اللي هو مستنيه منك، إنه يشوفك متضايق ومتأثر بسببه. لكن هقولك تعمل إيه عشان تاخد حقك في الوقت ده. ابتسم في وشه وقوله أوكي، معاك حق، واعمل كل الأفعال اللي هو بيقولك عليها بس بالشكل اللي يضايقه، يعني عكس ما هو عايز. يعني مثلا هو بيقولك انت ليه بتكلمني وتزن كتير كده، قوله صح، معاك حق، مش هزن عليك، بس خلي بالك انا مش هزن عليك في الوحش والحلو كمان. يعني لو في حاجة فيها مصلحتك انا مش هزن عليك فيها برضو، هشيل المصلحة عنك. لو تمام كده انا موافق، عشان انت ما بتحبش الزن وده حقك. واقفل الحوار على كده واوعى تفتحه تاني. هنا هو هيتجنن، لان اهم حاجة عند الشخص النرجسي مصلحته، واراهنك ان الشخص ده هيرجع يعدل معاك الموضوع تاني عشان ما تنفذش اللي انت قلت عليه.